حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا ولقاؤنا الأسبوعي المتجدد في برنامجكم ويبقى المسرح وإبداعات الفن المسرحي النابضة دائما بالحياة والتطور. شهد الإخراج المسرحي تطوراً كبيراً في تاريخ الحركة المسرحية بمختلف اتجاهاته الفنية وتياراته ومناهجه الهادفة إلى تحقيق التكاملية في المنظومة السمعية البصرية المطروحة. 20 عاماً أشاطر منفاي وغربتي غصتي. أصبح الصبح، أصبح الصبح، أصبح الصبح قبل صياح الديك. نحن اليوم نتقابل نزبل على كدي وتعبي. يعد المخرج المسرحي هو المسؤول الأول عن عملية صناعة العرض المسرحي المطروح للمتلقي، والذي يتم بناؤه وفق رؤية فلسفية فكرية جمالية وخطة عمل تستهدف تحقيق التكاملية في عناصرها الفنية والتقنية. عمل المخرج هو عمل مهم جدا على كل المستويات، يعني هو المسؤول الأول عن العرض، هو صاحب العرض، هو من يبدأ بالرؤية الإخراجية ويحاول أن يصنع لنا موقفا من قراءاته الشخصية ومن خلال مواقفه بالنسبة للمجتمع أو بالنسبة للثقافة أو بالنسبة لفكرة النص المكتوبة. هو ترجمة بصرية لكل ما يقدمه من خلال مجموعة من المفردات: سينوغرافيا، موسيقى، إنارة، تعامل مع الممثل، وكل هذه الأشياء يعني يحاول من خلالها المخرج صناعة هذا العرض لتقديمه إلى هذا المشاهد أو هذا المتلقي بغية التواصل معه وفتح جسور أولا تبدأ طبعا بالمحبة، وجسور تواصل كذلك حول التيمة التي يريد أن يطرحها هذا المخرج. في الحقيقة يمر المخرج عبر مراحل متعددة خلال العملية الإنتاجية، يعني بداية من قراءة النص، ثم يحاول أن يشكل هذا النص عبر مفردات مختلفة، يعني من بينها يعني العمل على النص في بداية الأمر، قراءات الطاولة مع الممثلين، يفهم يعني ويشرح للممثلين رؤيتهم الإخراجية التي يصبو إليها من خلال هذا العمل المسرحي. ثم بعد ذلك يعني في مرحلة القراءات يبدأ مع الممثلين، يعني بعد ما قام باختيارهم يبدأ في تحريك هذا النص عبر وسائل بصرية متعددة. الآن الاختلافات الموجودة بين الاتجاهات والأساليب الإخراجية العالمية، يعني فيه أساليب متعددة ومدارس مختلفة في كيفية صناعة هذا العرض المسرحي. الآن يعني في الوطن العربي فيه الكثير من التجارب المسرحية التي كانت رائدة في صناعة العرض المسرحي امتدادا من المغرب حتى المشرق العربي، ومما يؤكد على نجاح كثير من التجارب هو أنها كلها بدأت بالتجريب، بدأت بالحفر في الذاكرة، في الموروث الثقافي في البدايات الأولى، ثم مرورا بالمسرح العالمي، وكذا التفاعل مع هذا المسرح من خلال نصوص مختلفة. أين حاول المسرح العربي عامة ترجمة جديد المسرح العالمي ومحاولة تقريبه من المشاهد العربي عبر تيمات مختلفة وعبر نصوص مختلفة. إذا رجعنا للعملية الإنتاجية كذلك نلاحظ أن جل المخرجين العرب يعني عامة تركوا بصمة في أعمالهم المسرحية، وهناك أعمال مسرحية
جد جميلة وطليعية بمفهومها الحديث. المرحلة الثانية هو التعامل المخرج مع كتاب العرض المسرحي، سينوغراف، موسيقي، كوريغراف، تقنيين الذين يساعدونه في الخفاء. وهنا تبدأ المرحلة هي الأهم، هي مرحلة صناعة الإنتاج بعد ما قدموا البروفات إلى آخره. والعمل البروفات هو أهم مرحلة، يعني صناعة العرض تبدأ من البروفات، وين الممثل يجرب، المخرج يجرب أشكال وتشكيلات حركية عبر هذا الممثل وعبر هذه المفردات الموجودة في العرض. ولكن الشيء الأهم هو أن أي عمل مسرحي لا بد أن يشتغل على البروفات بشكل دقيق، يشتغل على التفاصيل، يشتغل على ما يريد أن يقوله في رؤيته الإخراجية المسرحية. لا تغضب مني، أنا آسف ولم أقصد. هل أنت جاد فيما تقول؟ وما تبغي تفتحها شال امك ايش حقيقة؟ انت خايف من الناس يصدقوني من كذا ولا خايف من العطشرات؟ يقولون ان الشعب مخلوق. كيف الشعب مخلوق؟ كيف الشعب مخلوق والهو في كل مكان؟ إذن الشعب يتنفس. المرحلة المهمة كذلك هو أن أي عرض هو موجه إلى متلقي، وهذا المتلقي سيأتي بعد مرحلة نضج هذا العرض. يعني والكثير للأسف الكثير من المسارح العربية لا تتمكن من صناعة هذا النضج، يعني نضج العمل المسرحي. يعني في مرات يذهب المخرج بقلق نحو العرض العام ليقدم عمله، وهذا من بين الأخطاء اللي نمسوها في كثير من الأعمال المسرحية. كاين جانب آخر هو أن بعض المسرحيات تخلو من الفكر وتخلو من التفكير، يعني هي مسرحيات تحاول أن تكون مجرد خطاب مباشر لا يعني بالجماليات، والجماليات ضرورية لنجاح أي عرض مسرحي. الشيء الذي أريد كذلك أن أتحدث عنه هو أن فيه مرحلة الكثير من المسرحيين أو المخرجين أو مؤسسات الإنتاج العربية لا تهتم بها، وهي قضية تسويق العمل المسرحي. يعني من الضروري وضع استراتيجية تسويق هذا العمل المسرحي، كيف لهذا العمل المسرحي أن يذهب إلى هذا المتلقي بطرق علمية ووسائل تكنولوجية، يعني عبر الوسائط الموجودة الآن، وكذلك عبر صناعة فيلم للمسرحية، كيف يروج للمسرحية. من ثم يعني أظن أن العملية الإخراجية صارت أكثر مسؤولية يعني على عاتق المنتج أو المخرج المسرحي، ولا بد على المخرجين، يعني هذا رأي خاص، أننا نتبادل الخبرات، نتبادل الطرق والأساليب التي نتعامل بها مع المخرجين. ما يعاب كذلك على الإخراج المسرحي العربي عامة بين عارضتين هو أن مخرجين لا يكتبون تجاربهم، يعني بقينا في الشفهي، وبقينا أننا نعرض عرضا ومن ثم نذهب إلى عرض ثاني. لا بد على المخرجين أن يكتبوا تجاربهم، لأنها مهمة. كل هذه التجارب وكل هذه الأساليب التي جربت أثناء البروفات أو أثناء الأعمال المختلفة التي يقدمها المخرجين لا بد أن تؤرشف عبر الوسائل المتاحة الآن. التكنولوجيا متاحة، يعني علينا أن نكتب تاريخنا المسرحي بكل حرية. طبعا المخرج لا بد أن يدير كل هذه المفردات، يعني وانضافت، يعني التكنولوجيا الحديثة يعني فرضت أنها تنضاف إلى مهام المخرج وظيفة الترويج للعمل المسرحي، يعني بخاصة عند الفرق المسرحية يعني المستقلة والحرة، يعني اللي خارج قطاع الدولة، لأن الدولة ساهمت في إنعاش المسرح. ولكن إذا تساءلنا عن
كيف روجنا للمسرح. يعني هناك كثير من يعني المطبات التي يقع فيها بعض المخرجين أنهم لا يروجوا لأعمالهم المسرحية بشكل لائق، وهذه من بين أهم النقاط التي أريد أن أركز عليها. قتل باكو وابنه هرب. أم النبوءات أحرقت أخضار الأرض. جف كرسيك يا ماكبث، وستروي تتمة النبوءات كلها بالظما. الدم يطلب الدم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم ويبقى المسرح. يمكنكم متابعة هذه الحلقة وكل حلقات برنامجنا عبر تطبيق مرايا. إلى أن نلتقي في حلقة أسبوعية جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه.